لقينا القائد الجديد باركولنا وباركول نادي الزمالك. لقينا القائد الجديد، لقينا بديل كابتن شيكابالا خلاص. لقينا اللي هيلبس رايت وكابتنة نادي الزمالك للخمس سنين الجايه بعد اعتزال شيكابالا. لقينا اللي بيجيب حق الزمالك في الملعب خلاص. لقيناه يا جماعه. هو مين يا عم ده اللي نبارك لك عليه؟ عمر جابر كابتن نادي الزمالك الجديد والتاريخ الجديد اللي هيجدد بسبب الحركه دي. عمل ايه يا عم؟ عمل لجمهور الاهلي كده وصور لهم على الحذاء وعمل لهم كده. معرفش عنده 6 باكس ولا ايه، ولا عنده 2 بس. طب ما بدل ما تعمل كده وتعمل كده، ما ترد في الملعب، ما تمنع في الاهداف انها تخش فيك، ما تصنع اهداف، ما تعمل حاجه في الملعب. انت مالك ومن الجمهور مهما يقول حقه يقول. وما شتموش على فكره، عشان كانوا بيقولوا العبيط اهو. عندهم حق. وبكرامتنا ننسحب من البطوله العربيه وزيزو فتوح في الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفيديو جديد على قناه اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي محروم مديون بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. قبل اي حاجه اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد. وعايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 2000 3000 4000 5000 اي حاجه. كل يشوف الفيديو يعمل لايك. هتكلم في موضوع مهم جدا. الحمد لله وجدنا ضلتنا في بديل كابتن شيكابالا وكابتن نادي الزمالك الجديد والكابتن التاريخي الجديد والحراق الجديد. مين الحراق الجديد؟ كابتن عمر جابر. ليه حراق جديد؟ وليه نجم واسطوري؟ وليه الكابتن الجديد بعد اعتزال كابتن شيكابالا؟ لانه عمل الحركه الشهيره لاي حد زملكاوي مش عارف يرد في الملعب، فبيرد على الجمهور. وعمل للجمهور كده وصور لهم على الحذاء وعمل كده. طب ما تعمل لهم كده كابتن عمر جابر. هو في ايه؟ واصروا يعمل لهم كده وشويه هيرقصوا لهم الرقصه دي. في ايه يا جدعان؟ انتوا فاهمين المنافسه غلط؟ حتى كابتن عمر جابر ده جمهور الاهلي بيحبك وبيعزك وبيقولوا عليك محترم، من ضمن الناس المحترمه، بعيد عن فنياتك. في ايه يا جدعان؟ هو خلاص بقى هو ده الرد بتاعنا؟ ما بنعرفش نرد في الملعب فنرد الرد ده؟ في ايه يا جدعان؟ خلاص احنا وجدنا ضلتنا كده. خلاص ضلتنا وجدناه، عرفنا مين البديل للكابتن شيكابالا. نفسي نرد في الملعب. اقسم بالله ما نفسي غير كده. نرد في الملعب. لكن للاسف انت في الملعب ما بتعرفش ترد على لعيبه الاهلي، ما بتعرفش ترد، بس بتعرف ترد على الجمهور. ده اخرك. فخلاص مبروك علينا كابتن عمر جابر لحد ما يعتزل بقى في نادي الزمالك، لحد ما يوصل 37 سنه، لحد ما الزمالك ياخد افريقيا. هفضل اقول الزمالك بطل الدوري والكاس 2021 عشان انا مش عارف هقولها تاني امتى. فسيبوني اقولها لحد ما ناخد بطوله جديده. خلاص يا كابتن زيزو، مبروك عليك الاهلي بقى. كابتن زيزو امتى بس؟ قول لنا يا كابتن زيزو. يا عم الشناوي احضانه وبص فيه يا عم الشناوي. ما تسيبوا لنا حاجه نسترزق بيها، نلم لنا بيها بطولتين 3 كده كل 3 4 سنين. حتى دي مستخسرينها فيها يا اخوانا. سيب زيزو في حاله يا عم. احضانه وبص وتعالى. انا عارف انت كنت بتقول لي يا كابتن شناوي، انت كنت بتقول له بص الواد فتوح هيروح الدنمارك، روح انت تركيا ونتقابل في دهب او في الساحل. سيبوا لنا حاجه نتنفس بيها يا جدعان. سيبوا لنا حاجه لاخواتكم الغلابه. مش كده يا جدعان، مش هنكوش على الدنيا كلها. وكالعاده برضه كابتن فتوح في الاهلي. خلاص بقى. انا بص ما عنديش اعتراض على الروح الرياضيه، ما عنديش ادنى اعتراض. لما فتوح دخل جامد، مش فاكر في محمد هاني ولا في مين، اعتذر له قال له انا اسف مش قصدي. محمد هاني لما دخل جامد برضه مش فاكر في مين، اعتذر له وانا اسف. وكان في روح رياضيه جميله جدا في الملعب. وحتى لما حصل خناقه الدنيا خلصت بسرعه والدنيا هدت خلاص، الدنيا سكتت. كان الماتش رياضيا واخلاقيا كان جميل جدا، بعيدا عن حركه عمر جابر. بس هو كان عايز يضمن ان هو يجدد في الزمالك يعني، فاعذروه. الماتش ماشي كويس، لكن معلش في الكلمه انا اسف وتقبلوا الكلام بصدر رحب. معلش في الكلمه. يعني ايه يا عم فتوح بتسقف للشناوي؟ بعد الماتش حبيب قلبي سقف له براحتك، قول له والله عليك يا شناوي قدمت ماتش كويس، واقول لك انت برضه كنت كويس، مبروك يا جماعه خرجنا قد ايه، وتقابلوا في الكافيه واعملوا اللي انتوا عايزينه.
انما وانت في قلب المباراه الخصم بيصد منك كوره وبتيجي في العارضه وانت بتسقف له، هل هتشوف حد من الاهلي بيعمل كده؟ دي مش روح رياضيه يا ابني، ده كل واحد واللامبالاه اللي جوه منه. دي لا مبالاه. الروح الرياضيه مش هي دي الروح الرياضيه على فكره. الروح الرياضيه بعد الماتش ماشي تقول له جميله يا كابتن، اداء كويس، انما انت ليك نفس اصلا تسقف وانت شايل 4-1 ولا 3-1 ولا ما اعرفش كده النتيجه كام ساعتها؟ هل ده عمره يحصل من لاعب في النادي الاهلي انه يسقف للزمالك على لعبه؟ ايه يا جدعان ده؟ بقى فيه لا مبالاه غريبه. مش هي دي الروح الرياضيه والله. الروح الرياضيه ان انت لما تخش جامد في واحد تعتذر له، ما تضيعش وقت مثلا، روح رياضيه كده، ما تتخانقش كده. انما انت تضيع كوره ولا فرقتك تضيع كوره فتقف تسقف لحارس المنافس، في يا اخوانا دي لا مبالاه. حاجه غريبه وحركه غريبه. الجزء اللي هنختم بيه الفيديو وهو بكرامتنا كده، زي ما قال الاستاذ احمد عزمي مجاهد او امير عزمي مجاهد، انا اسف، بكرامتنا يا جماعه ننسحب من البطوله العربيه. بكرامتنا. تعالى لي عشان انا ما بنساش، قلت لك لما النادي الاهلي انسحب من البطوله العربيه نزلت حمله تحفيل على الاهلي، والاهلي خايف والاهلي مرعوب والاهلي مش عايز يروح البطوله العربيه، وبقى في خلاف بقى ايه بقى؟ هل الاهلي منسحب ولا معتذر؟ لا يا حبيبي منسحب، لا معتذر، لا منسحب. طب الاهلي انسحب من البطوله العربيه لان هناك في خطط ماشيين عليها، هم عارفين هم عايزين ايه. ايه نتيجه انسحاب الاهلي من البطوله العربيه؟ ان انا رايح لعبتي، ده نمره واحد. نمره اتنين، ما اشغلش بتفكيري كاداره ببطولات كتير، انا اهم حاجه البطولات اللي ليها لازمه بعيد عن الفلوس والقيمه التسويقيه او القيمه الماليه. فالاهلي لما انسحب من البطوله العربيه بطل دوري ابطال افريقيا، بطل كاس مصر، بطل السوبر على حسابنا وعلى حساب بيراميدز مرتين، بطل دوري ابطال افريقيا، ودي في كاس مصر مكمل السنه دي وضامن انه هيلعب سوبر لانه بطل الدوري، ولسه في سوبر افريقي، ولسه في كاس عالم للانديه. خطه، انا بخطط، انا عارف انا عايز ايه. انما احنا كزمالك خرجنا حصاله من افريقيا، حصاله، خسرنا الدوري بفرق 19 نقطة لحد دلوقتي، 19 نقطة بس، واحنا مركز معرفش احنا تالت ولا رابع، اعتقد احنا لسه تالت الحمد لله. خسرنا الكاس، خرجنا منه، خسرنا السوبر من الاهلي، انسحبنا من السوبر الثاني، ما بقاش قدامنا غير الكاس والبطولة العربية. البطولة العربية اللي كل الفرق اللي مشاركة فيها بتعمل استعداد ليها في اوروبا، احنا اخرنا نعمل واحد استعد 2 مد رجل، ده الاستعداد اللي احنا هنعمله. الاتحاد المنستيري بيعمل استعداد في اوروبا، الفرق السعوديه عماله تجيب لعيبه من اوروبا وبنزيما وكانتي وزياش ومش عارف مين. ايه يا جدعان هنخش نعمل احنا ايه؟ فين الصفقات؟ كابتن اسامه حسن، كابتن اسامه حسن، كابتن قصقص، كابتن قصقص، اخبار مسرح مصر ايه يا كابتن قصقص؟ في جزء سادس هيتعمل، ايه الجديد؟ فين الصفقات؟ فين محمد شريف اللي جاي؟ فين الاثنين السوبر اللي جايين من الاهلي؟ فين المهاجم الافريقي السوبر اللي جاي؟ فين الصفقات اللي جايه؟ انت هتروح تعمل ايه في البطوله العربيه؟ الظلم هو اللي بيعمل فينا كده. اوضه اللبس اللي عمرنا ما بنعرف نحافظ عليها، ايه الظلم ده؟ عواد، انت خدت الدوري السنه اللي فاتت ازاي يا ابني؟ ده عواد الدوري اللي فات تقريبا صادت بتاع 4 ضربات جزاء، ده في ماتش صد فيه 2 جزاء، وفي ماتش تاني صد ضربة جزاء. عواد السنة اللي فاتت اللي مديك الدوري تقعده كده، تقعده وتركنه كده وتلعب عليه صبحي اللي جالك عشان الاهلي صرف النظر عنه؟ مفيش فكر، مفيش تخطيط، مفيش ادارة ماشية بالحب. فين الصفقات اللي اتقالت عليها؟ واحدة واحدة حلم الصفقات بيختفي، زي ما انا ما قلت لكم. وانت يا بائس يا محلي كنت بتزعل من كلامي، قلت لك انسى الصفقات مفيش فلوس. حلم الصفقات بيهدى، مره يقول لك اوسيريو مش طالب غير لاعب واحد بس، مره يقول لك احنا مش هنعرف ناخد اللعيبه الا اللي عقودها منتهيه، مره يقول لك ده احنا عاملين صفقات سوبر، مره يقول لك مره كله ضحك على الدقون، وانت بتصدق يا بائس يا محلي، وما بتصدقنيش انا وبتقول عليا متزملك عشان بجيب لك الخلاصه، عشان بواجهك بالحقيقه. ما انا ممكن اطلع اقول لك الزمالك ينهي مع امام الزمالك وارقص لك مهرجانات كده، ساعتها هعجبك.
لكن هتيجي بعد شهر شهرين هتلاقي كل كلامي ده في شنك. اتعلموا من الدرس، وخليكم مصدقين الناس دي وماشيين وراهم، اعلام الزمالك كله والناس اللي بتتكلم بالمنطق مش بلاش بالحق يا سيدي، بالمنطق وبتوصل لك الوضع الحالي للنادي، لا دول متزملكين. السلام عليكم.